تخيلوا معايا حاجة بسيطة قوي. لو اتعورت مثلا، ايه افضل طريقة تتعامل بيها مع الجرح؟ احسن طريقة انك ما تتعاملش معاه اصلا، ما تلمسوش ولا كأنك شايفه، انساه، ما تروحش كل شوية تطمن عليه. وهو ده اللي المفروض يحصل لما نتعرض لمشكلة في حياتنا العاطفية. جرح كبير ملوش علاج، ألم رهيب بنحس بيه. زمان قالوا خدوا من الداء الدواء. يعني لو حضرتك متنيل على عينك في علاقة عاطفية فاشلة ورحت لننتك اللي كانت بتسمع وردة وهي بتقول داوي الهوى بالهوى وقالت لك روح حب من جديد، ما تسمعش كلام، معلش اسمع كلام انا. اهرب من المنطقة دي على قد ما تقدر، سيب جرحك وهو هيلم مع نفسه. ساعتها بس هتقدر تفتح قلبك لحب جديد. ذاكر، اشتغل، العب مزيكا، ارسم، اشغل وقتك والسلام. اهم حاجة ما تسيبش لحظة واحدة عقلك يفكر فيها في جرحك. وصدقوني زي ما دمنا فيه كرات بيضاء بتحارب الميكروب لوحدها، كمان قلوبنا فيها الميكانيزم اللي بيقدر يحارب جروحنا لوحده.